السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بعد ما خلصت روتين المطبخ تعالوا نعمل شوية سجق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو سجق، معايا بتاع 5 طماطم كبار، 5 فصوص توم هرساهم، وقرن فلفل. تعالوا على البوتاجاز بقى نشوف هنعمل ايه. معايا طاسة تنشف بس على النار كده، احط شويه زيت مش كتير عشان السجق بتاعي هينزل ميه مش كتير، هينزل زيت السمنه بتاعته. يسخن الزيت وهنحمر السجق مع بعض. معانا الزيت سخن اهو، هنزل بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم. نديله تحميره كده نشوحها في الزيت. حمر السجق وارجع لكم. حمرت السجق، طلعه. حط الزيت ده في حاجه واسعه عشان هتشتغل اللي انا حمرت بيه. هنزل بالثوم اللي انا هرساه، 5 فصوص ثوم، اديله التشويحه. طبعا الغامق ده ما تقلقوش، هدي تشويحه كده بالثوم. هنا بعمل الرز بلبن. هنزل الطماطم بتاعتي. ريحه رهيبه يا جماعه. على فكره انا بعملش السجق بالطريقه دي، انا بحط كله على بعضه، توم على القوطه على الفلفل على السجق، وبعمله زي ني في ني. بس انا شفت الطريقه دي وعجبتني قوي فقلت اجربها معاكم. اغطيها واسيبها تتسبك شويه ونرجع تغلي بس غلوه واقول لكم نحط توابل ايه. تعالوا نحط التوابل. فلفل اسمر وملح. ملح يعني تحقيق الصلصه بس عشان السجق بيبقى فيه حياء. 7 بهارات مش كتير برضه عشان ميغيرش طعم الصلصه، بس مش هحط حاجه اكتر من كده. حط الفلفل، سيبهم كده يسبكوا بقى مع بعض، واحط السجق. وعملت رز بلبن اهو. ثواني عملت الرز بلبن. طبعا انا لسه عامله رز بلبن من قيمه يومين اللي صورته معاكم، عشان كده ما صورتش ده. بس انا عملته الصراحه عشان جنى بنت اخويا لما جت قلت لها عملت رز بلبن يا جنى، قالت لي عمتي انا نفسي فيه. رحت قلت لا عملته النهارده عشان جنى، ورنيت عليها دلوقتي قلت لها تعالي يا جنى خدي الرز بلبن عملته لك ومجهزاه لها اهو، طبق كبير ليها عشان هي حبيبتي قالت لي نفسي فيه. قلت لها تعالي يا جاجه خديه، بنت محمد اخويا الله يرحمه. يخلص السجق اما اجي احطه هوريكم الصلصه لما تتسبك. سبكت معانا الصلصه اهي، هنزل بيها بالسجق.
هي كل حاجه يعتبر شبه مستويه معانا. هنسيبها بس ايه تاخد كام غلوه في الصلصه دي عشان تتطعم في السجق. زي ما قلت لكم انا ما بعملش الطريقه دي، انا بعمله الطريق كله على بعضه وبيطلع حلو والله. بس بيختلف من نوع السجق. انا حاسه السجق ده نوع مش زي اللي انا بجيبه من مصطفى اللي جايبولي، عشان كده عملته بالطريقه دي عشان يبقى طعمه حلو. اغطيها بقى تاخد كده مع نفسها شويه كده ضربتين كده. وهنا بعمل كبده، هنا بعمل كبده. بس الكبده دي ما بتاخدش تشويحتين كده، مش هحط عليها فلفل ولا اي حاجه عشان ما عنديش الا فلفل حامي، وانا حاطه هريسه حمراها في الزيت فعشان ما تبقاش حاميه. يخلص الاكل وارجع لكم. وده كان عشاء بسيط كده. شايفين السجق عامل ازاي؟ حلو قوي على فكره، ودقت طعمه حلو قوي. حلوه الطريقه دي. هعمل السجق بقى على طول ان عجبتني. ودي كبده، وده كان اخر حته بتنجانيه فايضه من البتنجان اللي كنت سلقاه. ده الصوص بتاعه، رحت مقطعه فيه طماطميتين كده ورشيت عليهم شويه كمون في الدقه بقى بتاعت البتنجان دي، بيبقى حلو قوي جنب الاكل. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك الحلو المسكر بتاعكم بقى. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.